نتايا عندك الباك هذا العام ان شاء الله، ولا انتي اختي الكريمه عندك الباك، فراكم في الفيديو الصحيح ان شاء الله. بعض النصائح ان شاء الله اللي يعني عن تجربه، يعني والناس اللي كيشتهم يعني جابوا الباك باذن الله تعالى. ما نطولش عليكم، خلونا نبداو الفيديو. ولا قبل ما نبدا نعطيكم بعض النصائح، اول حاجه اللي لازم تكون يعني ديرها هي انه لازم تكون تصلي خويا العزيز، ولا انت تاني الا كتشوفي في هذا الفيديو انت تاني اختي الكريمه لازم تكوني تصلي. تقول لي علاش لازم نصلوا؟ لان الصلاه هي اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي كل شيء في الدنيا هذه خوتي العزاز. الدنيا فانيه خوتي العزاز. اوكي. ثانيا الاستجابه الدعوات تجي في الصلاه خويا العزيز. دوك انت الا انت ما تصليش وما بحال هاي ربي يوفقك. اوكي. دوكا راح نبداو يعني بعض الاشياء اللي لازم الانسان يديرها كي يكون عنده الباك ان شاء الله. اوكي. اول حاجه نحكو على الليسي او الثانوي. انا حسب رايي الشخصي نشوف بلي الليسي هو مهم. تقول لي فاش مهم؟ نقول لك مهم انك تروح دائما تروح تقرا في الليسي وتتبع مع الاساتذه باش وتفهم الدروس. تقول لي علاه؟ نقول لك باسكو تفهم الدروس تاع الليسي توصل للدار تبدا تريفيزي، يعني راح تشفى على المواد اللي قريتهم. قال مثلا انت قريت اليوم فلسفه في الليسي منا هكذايا، اللي قريت منها تبعت بيا كونسونطريت مليح، وصلت للدار راح تريفيزيت هذيك الماده ما شاء الله. اوكي. ثاني شيء اللي لازم ديرو تنظم وقتك. كيفاش تنظم وقتك؟ باختصار تجيب ورقه تكتب كامل المواد اللي عندك. اذا انت تقرا يعني لغات تكتب يعني واش تقرا، اذا تقرا فلسفه الى اخره. تنظم وقتك وكل يوم تقرا يعني على الاقل 2 مواد. وبيان سور نفضل مليح تفضل تكون انه تقرا ماده تاع الحفظ وماده تاع الفهامه، ماشي تقرا 2 مواد تاع الحفظ ما دي تخلطوا لك. راك فاهم خويا العزيز ولا اختي الكريمه؟ راكم فاهمين؟ هذه حاجه ثانيه اللي ننصحها بكم. وكذلك نصيحه ثالثه ننصحكم على الاقل تقراو كل يوم 2 سوايع. وكي نقول لكم على الاقل ماشي محسوب تقرا اكثر، لا خويا العزيز، ما تطرطقش روحك، نظم وقتك خويا العزيز. اقرا ساعه مثلا يوم الاحد، نقرا ساعه فلسفه، نقرا مليح نركز مليح. ساعه مثلا رياضيات نفهم مليح ندير تمارين بعد خلاص. هذه هي. وثالث شيء اللي ننصحكم به هي نصيحه ديروا ليكول، ولكن ما ديروش يعني بزاف ليكول باش يكون عندكم الوقت. باسكو كان دير بزاف ليكول يولي ما عندكش الوقت. وقتاش تريفيزي في الدار، وقتاش تبدا تلقى سبه تقول الليسي ما نروحش من هكذا، ماشي مليح خويا العزيز. دوك نعاود نولي للليسي. علاش مهم الليسي؟ يعني جاي ليه، خاطش الليسي قد ما تهضر عليه قليل خويا العزيز. باختصار الليسي مهم بزاف خويا العزيز. دوك نولي ليه. اوكي. نورمالمون راح نحكو الطريقه الرابعه. وحاجه تانيك اللي قلت لكم عليها، حاجه الرابعه اللي ننصحكم بها انكم تشوفوا بعض الفيديوهات دروسيه في اليوتيوب. مثلا قال تشوف ما باليش انا في تاريخ وجغرافيا، تشوف قنشوبه، تشوف خوتي العزاز. المهم راح نخلي لكم يعني في الديسكريبشن ان شاء الله بعض المواد. انا قريت فلسفه، فبالتالي نخلي لكم مواد فلسفه كما الشريعه، فلسفه، تاريخ وجغرافيا الى اخره. وانتم اكتبوا لنا في التعليقات يعني الا انتم تقراو رياضي سيونتيفيك يعني علوم، ولا تقراو لغات اجنبيه اسبانيوليه ولا المانيه، نحوس لكم كاش اساتذه ونبعث لكم، ماشي كاع مشكل. فقط انا نعطيكم على حسب التخصص اللي قريتو انايا كي جوز الباك. اوكي. فدوكا نعاودو نولو للليسي اللي حكينا عليه. الليسي كاين واحد الحاجه يعني بزاف مهمه، انه كي تقرا في الليسي وتريفيزيو منه ومن بعد تجوز الامتحانات وتكون سيريو تجوز. يعني مثلا راك جوزت، ومثلا جوزت يعني عربيه ديت فيها ما شاء الله 15 ونص، وجوزت فلسفه ديت نقولوا 11 ونص. انت ما راح تشوف الخلل تاعك. راك فاهم؟ كي بحال مثلا نعطيكم مثال بالبالون. عبالي نتوما اللي جا تحبوا البالون. مثلا المنتخب الوطني راهو داخل باش يلعب كاس افريقيا القادمه بالمغرب مثلا، فلازم عليه قبل ما يجي يلعب كوب دافريك لازم يروح يعني يتدرب ويلعب مباراة ودية. راك فاهم؟ ليسي هو المباراة الودية تاعك خويا العزيز. جوز باك بلون تماك ودية. راك فاهم؟ ما تجوز امتحانات كيف كي شغل لي ماتش اميكال، تلعب ماتش اميكال تتدرب ما تشوف النقائص تاعك تصلحهم قبل ما تجي تجوز الامتحان الرسمي. وبالتالي باذن الله تعالى هذه الطرق
بإذن الله تعالى لو كان تنفذوهم يا خوتي الأعزاز بإذن الله تعالى تجيبوا الباك. وفي الأخير إذا جبتوا الباك فربي كتب لكم هذا العام جيبوا الباك، إذا ما جبتوش فقدر الله ما شاء فعل، عاودوا يعني أقراو العام القادم وجيبوه نورمال ماشي مشكل. فكل شيء بالمكتوب خوتي الأعزاز، ولكن بإذن الله تعالى لو كان طبقوا هذه الطرق بإذن الله تعالى راح تجيبوا الباك هكذا الأساس. فنتمنى تكونوا يعني استفدتوا، ونتمنى ما نكونش صمت عليكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما بقى نقول لكم كان معكم امين وكيل. تشيرز. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، تبعوا معايا بمليح وفهموا. أباكم بلي رقم 7 يعتبر من أخطر الأرقام في العالم. علاش؟ بكل بساطة لأنه في هذا الرقم صاروا بزاف أحداث خطيرة. اسكي هي صدفة ولا لا؟ دوك نشوفوا الأحداث وشنو هما بعد نعرف. أوكي، بداية الانتداب البريطاني على فلسطين في سنة 1917 وين فيه العدد 7 في 17. تأسيس الوكالة اليهودية للهجرة سنة 1927 وين كذلك فيه رقم 7 في 27. مشروع تقسيم فلسطين وين صار في عام 1937 وكذلك فيه رقم 7. وأخيرا قرار تقسيم فلسطين في سنة 1947. يعني هل هذه صدفة أم لا؟ أعطونا رايكم في التعليقات. نتمنى الانتصار لكل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان.